السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور منى خيري في فيديو جديد. من شوية جاء الصيدلية حد عايز لبن معين ببلاك 1، وبلاك 1 دلوقتي ناقص مش موجود في الصيدلية، فاقترحت عليه ان هو ياخد هيرو بيبي 1 او نستروجين 1، وتقريبا نفس السعر يمكن ارخص كمان. بس الراجل رفض طبعا وقال ده طفل صغير، ويعني حسسني ان انا هعمل له مشكلة، ولكن في الحقيقة انا كنت بساعده. لان يا جماعة عايز اقول لكم ان الالبان رقم 1 رقم 2 رقم 3 سواء هو نستروجين، هيرو بيبي، ببلاك، ابتاميل، اي اسم لعلبة لبن موجود في الصيدلية، اولا كلهم مستوردين وكلهم بنفس التركيبة، سواء 1 سواء 2 سواء 3، والاختلاف الوحيد هو في سعر العلبة. طيب امتى انت يعني تفكر او ما تجيبش غير نفس العلبة اللي مكتوبة؟ لو هي حاجة معينة، يعني لو هي مثلا ببلاك اي ار يعني مضاد للارتجاع، فانت وقتها ما تجيبش غير ببلاك اي ار او هيرو اي ار او مثلا ابتاميل اي ار اللي هو مضاد للارتجاع. طيب امتى مثلا لو مكتوب للطفل مثلا عنده حساسية من اللاكتوز، فممكن الدكتور يكتب له مثلا ببلاك ال ايه اللي هي لاكتوز فري او ال اف لاكتوز فري. ففي اللحظة دي او في الوقت ده لو انا بديك ببلاك 1 ما تاخدوش، ببلاك 2 برضو ما تاخدوش، ما تاخدش غير ببلاك ال اف او لاكتوز فري او هيرو بيبي اف ال اللي هو برضو فري لاكتوز، او اي لبن فيه ان هو خالي من اللاكتوز، لان طبعا الطفل بيبقى عنده حساسيه من اللاكتوز فلازم ياخد لبن خالي من اللاكتوز. طيب يبقى دلوقتي عشان نسهل على نفسنا، انت دلوقتي الطفل ممكن ياخد، لو هو بياخد لبن مرحله اولى اقل من 6 شهور فهو ياخد اي لبن مرحله اولى موجود في الصيدليه. لو هو بياخد لبن مرحله ثانيه وهو اكبر من 6 شهور ياخد اي لبن مرحله ثانيه، الا اذا الدكتور طالب حاجه معينه في انواع البان معينه ما بنقدرش نستبدلها غير بنفس النوع، لان هي بتبقى مكتوبه على حسب تشخيص من الدكتور او على حسب حاجه معينه. حبيت ان انا النهارده اكلمكم عن الموضوع ده علشان بشوف ناس كتير بتفضل تلف على نوع لبن معين ومش بيلاقيه في صيدليه واثنين وثلاثه، ويفضل يرجع للدكتور والطفل يفضل يعيط ويبقى خايف ومضطرب، ولو خد اللبن ولو حصل لطفل شويه مغص يقول ده هو اللبن السبب. ولكن يا جماعه مفيش الكلام ده، الالبان كلها بتنزل بنفس التركيبه سواء زي ما قلنا 1 أو 2 أو 3، وبيبقى في تركيبات خاصه ومعينه لو هي مكتوبه لك فيبقى لازم تجيبها هي، بس لو مكتوب لك 1 أو 2 أو 3 ما تدوخش نفسك وما تتعبش نفسك وما تشيلش ذنب الطفل في رقبتك. هات نفس اي دكتور صيدلي قال لك والله ده زي ده، خلاص خد منه مفيش اي مشكله، يعني هو مش هيضرك. واحنا بنحاول ان احنا نساعد الناس في ظل ان دلوقتي معظم الادويه ناقصه، بنحاول نقدم المثيل بنفس الماده الفعاله سواء ادويه سواء البان. كل اللي احنا عايزينه ان احنا نقدم المساعده بغض النظر عن البيع وعن الشراء. اتمنى تكون الحلقه مفيده، واتمنى المعلومه دي تكون وصلت لكم وان شاء الله تفيدكم. يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. ولو في اي سؤال يخص الادويه او خاص بالصيدليه يا ريت تسيبوا لي تحت في التعليقات وانا اجاوبك عليه ان شاء الله في اسرع وقت. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.